حبايب قلب ام حذيفه، وحشتوني كتير كتير كتير. تعالوا النهارده بقى نعمل حاجه مختلفه خالص على القناه، وهنعمل حاجه جديده جدا جدا جدا. بما ان احنا نقلنا في البيت الجديد وكده، وفي وسع بقى وفي مكان نزرع فيه وفي خضره، حتى لو مفيش مكان هخليك تزرع في قلب البلكونه. اول حاجه علشان نعمل حاجه كويسه ونطلع زرع كويس جدا في البيت ومن البلكونه او من حته ارض صغيره عندنا، هنعمل حاجات كتير قوي. بص، اول حاجه هجيب جردل بويه زي دوت، وهنركب له حنفيه بالشكل دوت. هنخرج من المكان وهنركبها. جوزك او اي حد هيعرف يركبها لك، انا جوزي مركبها لي، بس سهله جدا. لو مش عارفين تركبوها ازاي اقول لكم هتعملوها ازاي. بصوا، بتفتح وبتقفل هي من جوه اهي. جردل قديم كده زي دوت، المهم يكون له غطا، اهم حاجه يكون له غطا. وهنجيبه، بصوا بقى عشان الناس تتاكد الحنفيه مقفوله وده مكتوب بعين. هنجيبه، انا بقى اوريكم هحط فيه ايه هيخلي الزرع، بصوا بسم الله ما شاء الله. ونعمل له سماد كويسه جدا ورخيصه في البيت، مش هتكلفنا اي حاجه. احنا كستات بيوت لازم نوفر، مش هنروح نجيب سماد ب 300 400 جنيه يعني. دي ايه؟ دي مكان الفراوله، قشر فراوله اهو، والميه بتاعتها ما كبتش الميه بتاعتها واحطها هنا. خايفه الحنفيه تكون مفتوحه. وهنحطها زي ما انتوا شفتوا كده. تعالوا بقى اقول لكم مخلفات المطبخ اللي عندنا كلها، بس معانا طبعا السمك البصل والحاجات دي. بصوا، قشر موز وقشر بطاطس هنحطه. بصوا انا محوشه في كيس كتير كبير. شوفوا طبعا يومنا عيد، والموز عندنا ايه بقى كتير قوي، والفاكهه كتير قوي. فدول يعني من اول امبارح ما لهمش كتير. بصوا كيستين اهو. ماما ثواني يا توت. شوف انا فين. وهنحط بقى ايه قشر الموز كده. بصوا اهو، قشر الموز على بطاطس على ميه الفراوله على القشر بتاع الفراوله. انا هقلبهم كويس كده اهو في بعض زي ما انتوا شايفين كده اهوت. لو في حاجات تملاه يا ريت، قشر بطاطس، قشر خيار او خيار سلطه، اي حاجه هنكبها هنا، بس ما عدا الحاجات اللي هي ايه الطبيخ او اللحمه والسمك والحاجات الزفاره ديت، لا لا لا. وهنملاه ميه، هملاه ميه. اصبروا اجيب ميه واجي. الميه اهي، هملى عليه بقى انا مليت اهو. تعالوا اوريكم بقى الحنفيه بتاعته بتفضي ازاي. انزلوا معايا. مش راضي ينزل. بصوا هوريكم الميه. ده شكل الميه بتاعته اهيت، عشان الفراوله وكده والميه اللي كنا حاطينها. هنسيبه بقى ايه من 15 يوم لشهر، يعني كل ما بيقعد فتره كبيره. بس هنغطيه بقى ونحطه في مكان ولا شمس قوي ولا ظل قوي، مكان يعني كده متوسط الحراره. وهنحطه لحد ما ينزل العصاره بتاعه الموز بقى والحاجات الفراوله والبطاطس وكل الحاجات دي. الحاجات دي بتبقى مفيده جدا جدا للنباتات وحلوه خالص يا جماعه. احنا نسيبه لحد ما يفتح الميه من هنا نلاقيها غامقه خالص سمرة كده. دوت ساعتها بناخد منه رتل ميه على 10 رتل ميه، يعني ناخد رتل من هنا على 10 رتل ميه ونسقي بقى الزرع كله. عايزين بقى تشوفوا الفيديوهات كامله وتشوفوا هزرع فين وهعمل فين، تابعوني على التيك توك ام حذيفه، وعلى اليوتيوب، وعلى اليوتيوب برضو ام حذيفه هتلاقوني هناك. وفيديوهات طويله عن هنا وكامله وفيها كل حاجه. يلا باي.